نرفع الصوت عاليا. البندقية تأتي الخيار الآخر. في لقاء توعوي غاضب وتحت رعاية الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، أطلقت اللجنة صرخة مدوية محذرة من مخططات خبيثة تستهدف تدمير أمن واستقرار المحافظة. اللقاء ركز على فضح المؤامرات وتوعية الشباب بمخاطر الجماعة المتطرفة والمشاريع الاستعمارية. بتوعية الناس بالمظاهرات، بكل واحد في أسرته، كل واحد في قبيلته، كل واحد في الحي اللي يسكنه، كل واحد في ربعه. البندقية تأتي في الخيار الآخر. نحن لن نكون ولن نستخدم أسلوب اللجنة الأمنية في محافظة المهرة. إذا حصل غلط أو حصل سوء تفاهم من مواطن في هذه المحافظة، على طول بدون تفاهم يرسلوا الأطقم العسكرية، وزي ما حصل البارح. نحن لن نكون، نحن مسؤولين ونعمل لمصلحة هذه المحافظة. لن نكرر خطأات السلطة المحلية أو اللجنة الأمنية. الشيخ الحريزي في خطاب ناري كشف عن مؤامرات وتحديات وجودية تواجه المهرة، مؤكدا تصميم أبناء المحافظة على سحق هذه المخططات كما فعلوا في السابق، وأن استهداف الشباب وتشكيل قوة سلفية مرتزقة في المهرة ليس إلا تمهيدا لاحتلال المحافظة من قبل السعودية وتنفيذ مخططاتها الخبيثة بعد أن منيت بالفشل الذريع سابقا. يعني نحن أمام استعمار كبير يريد أن يستعمر هذا البلد، يستعمر البشر، يستعمر الأرض، يستعمر حتى أذهاننا. الآن جابوا لنا الحجوريين هذولا يستعمروا إيش؟ يستعمروا أذهاننا، يحولوها من أذهان يعني معتدلة تمشي مع المجتمع إلى أذهان وفكر متطرف متشدد، نقتل بعضنا البعض لا سمح الله في بعض الزمان والمكان. الكلمات في اللقاء شددت على الدور البطولي للشباب في الدفاع عن المهرة، خصوصا في فضح مخططات الجماعات الإرهابية ورفع مستوى الوعي والتعبئة الشاملة للتصدي للاحتلال الأجنبي. لجنة اعتصام في مديرية الغيث تعقد هذه الندوة التوعوية للحد من المخاطر بكافة أشكالها، سواء كانت المذهبية والطائفية، وأيضا درع الوطن الذي أتى أو دخل من النافذة وليس من الباب إلى محافظة المهرة، وأيضا التواجد العسكري في مطار الغيضة. هذه الثلاث المحاور التي الآن أزعجت أبناء محافظة المهرة الآمنة والمستقرة، وأرادوا أن يجروا هذا المحافظة